صبر النبي على مثل هذه النماذج القاسية. جاء إليه الأقرع بن حابس وقد أسلم، لكن لا زال الطبع لم يتهذب، لأنه ما هو كل من دخل الإسلام مباشرة صار من أهل النمط الأوسط أو من أهل النمط الإحسان. عادها درجات ومراتب وترقي وشهادة رجال ونصوص وتحصين حتى يبلغ الإنسان مفهوم الكمال النسبي. فجاء الأقرع بن حابس يدور بجانب يا محمد يا محمد يا محمد، ينادي على النبي، ما أحد سمعه والنبي يسمعه، كان عند عائشة. فجاء الرجل إلى باب النبي، وباب النبي كان عليه ستارة، كشف الستارة ورأى النبي جالس في داخل الغرفة معه سيدنا عائشة. طيب مفروض يرجع. دخل على النبي، السلام عليكم. قال يا محمد من هذه الوضيئة بجانبك؟ ما رأيك يا محمد أعطيك زوجتي وتعطيني زوجتك؟ قام النبي مسك بيده قال هذه أم المؤمنين. شوف الألفاظ، هذه أم المؤمنين. وأخرجه إلى الخارج وأدخله المسجد، ورجع إلى سيدنا عائشة قالت يا رسول الله من هذا؟ قال هذا أحمق مطاع في قومه. هذا أحمق لكن عاقل قومه ما يرون مثله رجل. والأحمق الذي يتصرف ما يعرف المصلحة الحقيقية عند التصرف. لكن النبي وثق من هنا؟ وثق عائشة، هذا نص، هذه أم المؤمنين. الثاني أخبرنا عن إسقاط قيمة السلوك في الرجل. هذا توثيق. كيف تبني التوثيق الذي يحصن والتوثيق الذي يطعن؟ قد يطعن النبي في شخص لو اجتمعوا أهل الزمان كلهم لأن يوثقوه ما يتوثق. واحد اسمه كركرة، اسمه هكذا كركرة أو لقبه كركرة، في غزوة من الغزوات كان أخذ شملة أو ما تسموها بالجونية، أخذها من المعركة وخباها تحت شجرة ودفنها، لأنه مسكين محتاج وفقير وما وجد شيء أكبر من الشملة. وعندما دفنها استمر يقاتل في سبيل الله مع جيش النبي حتى قتل. فلما جاءت ساعة تحديد النص قال النبي للصحابة والمجاهدين كركرة في النار. مسكين كركر هذا اللي يقاتل مع النبي. قال في شملة غلها، في شملة خباها. بالله عليكم ما قيمة الشملة؟ إذا معنى ذلك أن الجهاد مواقف، وأن ليس القضية قضية الذهب والفضة والمال والزينة الدنيا، ولكن أنت تقاتل لأجل مبادئ، والمبادئ أعظم من عرض الدنيا. فإن قل عرض الدنيا سقطت معه، وإن ارتفع في عينك فهو لم يرتفع عند الله سبحانه وتعالى.